الجملة دي قابلتني من الكبير قوي. تعرف تسمع كده تشوف هو بيقول ايه هنا ونحاول نترجمها بالانجلش. هنا سأسكت قليلا. بيقول لها هنا سأسكت قليلا. طيب كلمة سأسكت قليلا بمعنى ان انا مش عارفة اعبر، انا في حاجة حلوة قدامي او حتى حاجة فيها صدمة وانا مش عارفة اتكلم، عاجز عن الكلام، مش عارفة اتكلم ولا عارفة اعبر. كلمة عاجز عن الكلام دي ازاي بنقولها بالانجلش؟ بص عندنا expression بالانجلش بيقول ايه؟ speechless. ده number one. number two ممكن تقول عليها tongue tied. يعني ايه tongue tied؟ لساني اتعقد، انا عاجز عن الكلام، مش عارف اقول ايه. tongue tied. ونمبر 3 ممكن نقول عليها dumbfounded. she was dumbfounded. دي كانت عاجزة عن الكلام، كانت مصدومة مش عارفة ترد. she was dumbfounded. فقول لي ايه الكلمات الجديدة النهاردة بالنسبة لك؟ كنت بتعرف تترجمها ولا كنت حاسس ان انت هتقدر تترجمها بقى ترجمة حرفية وهكذا؟ لو عايز تقوي مستواك وتعلي مستواك في الانجليش، المصطلحات والاكسبريشنز اللي انت بتستخدمها، وحابب ان انت تنضم لينا في كورس السيمي برايفت اللي هو بيكون معاك من 2 ل 3 اشخاص بس. احنا بنتعلم بالكوميكس، بنتعلم من خلال الموفيز والسيريز، بنعمل شادوينج، فالطريقة هتلاقيها فاني كرييتيف، مش هتحس بملل ولا بأي زهق. هتسيب كومنت دلوقتي او هتبعت مسج عشان تعرف كل الديتيلز.